بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة عندنا فيديو مهم جدا، فياريت لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. المواضيع اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة هي صن داونز يفضح الأهلي، الاستغناء عن ثنائي الزمالك، صفقة سرية بين الزمالك والمصري. السلام عليكم. خرج علينا المدير الفني لصن داونز الجنوب أفريقي موكوينا وقال تصريحات مهمة جدا جدا جدا. قال إننا تفاجأنا إن النادي الأهلي بيشتكي من كل شيء، بيشتكي من التحكيم ويشتكي من موعد مباراة الذهاب الساعة 3 عصرا، مع إن المباراة تعدلت عنده في مصر إلى الساعة 8 وإحنا لم نعترض على هذا التغيير. وقال كمان إن إحنا متفاجئين إن كل مرة يخسر بيقدم شكوى كمان ضد الحكام، يعني احنا هنا بنسميه باد لوزر. وقال ان المدرب العظيم البرتغالي مارينيو قال ان اللي بيشتكي كتير ويتجه الى امور كتيرة خارج الملعب بيخسر المباريات، وانا لا اتمنى هذا للنادي الاهلي. وهو مندهش من كم الشكاوي اللي الاهلي بيشتكي فيها. وقال انا معايا قائمة باخطاء الحكام في المباراة الماضية اللي ما بيني وما بين الأهلي، ولم تحتسب لفريقي ولم نتحدث عنها مثلهم، ولكني سأوضح الأمر معاكم. وقال على سبيل المثال محمد هاني كان يستحق بطاقة صفراء في مباراة الذهاب، كانت ستعرضه للإيقاف في مباراة اليوم. وقال كنا نستحق ضربة جزاء بعد إعاقة محمد مجدي قفشة لمديتة في منطقة الجزاء من اللاعب قفشة، ولم يحصل على الخطأ، ولم يحصل اللاعب على بطاقة صفراء، ولم يتم احتسابها من الأصل ومن الأساس. وقال من ظلم تحكيميا هو صن داونز وليس الأهلي، ونحن من نستحق أن يقدم شكوى، ولكننا لم نفعل لأننا فريق كبير. وقال نحن نثق في الاتحاد الأفريقي ولجنة الحكام، ولذلك لم نشكو الأهلي. وقال لم نخسر. لما حد بيخسر بيقول مبروك للكسبان وبعد كده بتصافحه، ولكن ده لم يعمله الأهلي. وقال صن داونز استوحز على كل المباراة بنسبة 67% استحواذ، والأهلي 33%. صن داونز سدد 15 تسديدة على مرمى الأهلي مقابل 3 فقط للأهلي. وقال عندما يكون الخصم الذي أمامك أفضل منك في كل شيء لابد أنك توجه له التحية، وليس أن تخرج تشتكي، لأن هذه رياضة والرياضة فيها خاسر وفائز. هنا الراجل بيتكلم كلام جامد جدا جدا ضد نادي الأهلي، إن هو نادي الأهلي بيشتكي كتير في أي مباراة بيخسرها. يعني معناها كده إن الأهلي ده معروف زي ما قال عمرو أديب إن الأهلي باد لوزر، ما بيعرفش يخسر وبيشتكي كتير وهو مش عاجبه ده بالنسبة للموضوع الأولاني النهاردة. الموضوع الثاني اللي احنا هنتكلم فيه هو إدارة نادي الزمالك والكابتن أحمد سليمان استقروا على إن إيكونولا وإبراهيم أناضاي لازم يمشوا. ليه؟ علشان تقليل الرواتب وليس التعاقد مع لعيبة أجانب جدد، لأن إبراهيم أناضاي بياخد $1,000,000 وإيكونولا بياخد $350,000. ولكن المشكلة الحقيقية هي وكيل اللاعبين هو يحيى علي، وانتم طبعا عارفين من هو يحيى علي بالنسبة للزمالك، وإنه هو معروف إنه هو ما بيحبش الزمالك وبياخد كل لاعيبة الزمالك وبيوديهم الأهلي، ولذلك يحيى علي غير محبوب من إدارة نادي الزمالك وغير محبوب من نادي الزمالك ومن جمهور الزمالك. ولكن في النهاية الزمالك استقر على التخلص عن إيكونولا وأناضاي في يناير عشان يقللوا الرواتب التي تمثل عبء، وبالإضافة إلى مجهودهم الفني اللي مش على أفضل حال. الإدارة طبعا هتسأل أسوريو عن سامسون إيكونولا وناضاي، هو طبعا هيقول لهم سامسون إيكونولا أنا مش عايزه، خدوه مشوه دلوقتي. ولكن الاستغناء عن انك انت تستغنى عن نضاي، هو هيقول لهم اوكي ما فيش مشاكل، ولكن تجيبوا لي لاعب تاني يكون بمواصفات احسن منه.
طبعا الإدارة شايفة كمان إن مفيش أي استفادة من الاستفادة من أناداي وسامسون أوكونولا. بالنسبة لسامسون أوكونولا الإدارة هتعمل فيه إيه؟ الإدارة هتعمل فسخ تعاقد معاه مباشرة في يناير وتقول له امشي وتمشيه بالتراضي. وبالنسبة لناداي ممكن إن هي تبيعه أو تسوقه، وممكن إنك تطلع ناداي إعارة ويرجع لك في مستوى تاني ومميز ونسخة أحسن من اللي هو فيها دلوقتي، وبحيث إن الإدارة بتستفيد منه. فأنا عايز أسأل رأيكم، هل رأيكم ايه في ان الاداره تمشي سامسونج اكونولا وناداي، لان هم باذن الله هيمشوا في يناير اللي جاي. الموضوع الاخير اللي احنا هنتكلم فيه هو موضوع اتكلم فيه احمد عبد الباسط، هو ان في صفقه سريه بين الزمالك والمصري. هو الموضوع ببساطه كده ان احمد ايمن منصور واحمد عيد كانوا عاملين عقد مع نادي الزمالك. احمد ايمن منصور كان واخد 1,000,000 جنيه من نادي الزمالك، واحمد عيد واخد 400,000 جنيه من نادي الزمالك. احمد عيد كان ينفع يتأيد في نادي الزمالك اللي هو كان موقوف قيده على نفس طريقة سيف الجزيرة، ولكن اللي حصل حاجة تانية خالص. احمد عيد قال مفيش استقرار مالي ومفيش استقرار اداري في نادي الزمالك، انا همشي وهخلع. فراح وعمل عقد مع نادي المصري ومضاله عقد جديد. الزمالك طبعا قدم شكوى ضد احمد ايمن منصور واحمد عيد، وقال ده خد 400,000 والتاني خد 1,000,000 جنيه من نادي الزمالك. الشكوى ديت راحت الى اتحاد الكرة المصري. اتحاد الكرة المصري درس الشكوى من كل الجوانب وقال ان ايمن احمد منصور لاعب جديد عن نادي الزمالك، فما كانش ينفع ان هو يتأيد وهو عنده العذر ان هو يمشي، لان هو الزمالك كان موقوف عنده القيد، فاحمد ايمن منصور يعتبر معذور عن ان هو عايز يمشي. في 22 اكتوبر الشؤون القانونية اخذت قرار بايقاف احمد عيد وغرامة مالية، وعقوبة احمد ايمن منصور غرامة مالية فقط. يعني احمد عيد خد غرامة مالية وايقاف هيبقى 6 شهور، والتاني احمد عيد منصور هياخد غرامة مالية فقط. فجأة حصل حاجة تانية خالص، حصلت اتصال ما بين حسين لبيب وكامل أبو علي رئيس نادي المصري مع اللواء حلمي مشهور في اتحاد الكرة المصري عشان يحلوا المشكلة. وهنا هتظهر الصفقة السرية بين نادي المصري ونادي الزمالك، وهي ايه؟ ان نادي المصري وعد نادي الزمالك بان هو هيسهل له في التعاقد مع صفقتين يرغب فيهم نادي الزمالك سواء في يناير او في الصيف اللي جاي. بمعنى ايه؟ ان كامل ابو علي وعد حسين لبيب بتسهيل صفقتين. التسهيل هنا مش هيكون التسهيل هيكون في طرق السداد بس، نظرا لما يعانيه نادي الزمالك من ازمات مالية طاحنة. يعني هو مش هيقلل في المبلغ بتاع اللعيبة لما تيجي تشتري منه لعيبة، لا، هو هيسهل لك طرق السداد فقط، مفيش اكتر من كده. ولكن ايه هي الصفقات اللي الزمالك هياخدها من نادي المصري؟ طبعا للآن محدش يعرف. طبعا من وراء هذه الصفقة السرية للزمالك تنازل الزمالك عن الاثنين لاعيبة دولت للنادي المصري. يعني دلوقتي هيبقى في صفقة سرية ما بين نادي الزمالك ونادي المصري في 2 لاعيبة، ممكن يجوا في يناير او في الصيف اللي جاي. وده الصفقتين دولت محدش يعرفهم خالص، ولذلك نادي الزمالك تنازل عن الاثنين لعيبة اللي كانوا من حقه في ان هو يحتفظ بيهم. وده النهارده بالنسبة للفيديو بتاع النهارده. فيا ريت لو عجبك الفيديو تعمل لي لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس. واتمنى يا جماعة فعلا ان كنتوا تعملوا لي لايك، لان عشان الموضوع يعني ياخد حيز اكتر من كده والناس تقدر تعرفه. فيا ريت كل واحد داخل ممكن يشترك ويعمل لايك ويفعل زر الجرس كمان علشان يوصل له جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.